والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لهواه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وها نحن في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله، وهو التذاكر في كتاب ابن القيم رحمه الله الداء والدواء. ونحن الآن بين يدي أيام جليلة، وهي أيام رمضان. ما تبقى إلا أيام معدودات، 3 أيام أو 4 أيام ويدخل رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا العمل الصالح فيه. وهذا الشهر من أفضل الشهور التي تحط فيه الخطايا، لأن أسباب مغفرة الذنوب كثيرة، ولله الحمد والفضل والمنة. أسبابها كثيرة في هذا الشهر لكثرة ما جعل الله سبحانه وتعالى من أبواب الخير، من إغلاق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان، والقرآن والتلاوة والصوم، وأن الشياطين تغل في هذا الشهر المبارك. فأسباب المغفرة فيه كثيرة، حتى أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك رمضان فلم يغفر له، تعجبا منه كيف لم يحصل له ذلك. وأسباب المغفرة وأسباب العتق من النار كثيرة، ولله عتقاء في كل ليلة، وفيها ليلة القدر، وفيها أمور كثيرة. وهذه من أفضل الأسباب التي تجعلنا نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. فمن حرم في هذا الشهر فهو المحروم. فلنجعل أنفسنا إخواني في الله كأن هذا الشهر هو آخر شهر لنا، وبعده سنرحل من هذه الدنيا، فنستغل فرصة الإقبال على هذا الشهر، وأن نفعل جميع الأعمال التي نتصور أنني لا أستطيع عملها بعد اليوم: الصدقة وقراءة القرآن. ولا شك أن الشيء الرئيسي هو الصوم، والله جل وعلا جعل له أجرا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كما في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يقول الرب تبارك وتعالى. فهذا هو فرض وركن من أركان هذا الدين. فلنستغل هذا الشهر الفضيل حتى نكون ممن أعتق في هذا الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا جميعا. ثم نعود إلى كتابنا، حيث يقول رحمه الله تعالى: كنا نتكلم طبعا من المغالطات والأشياء، ثم الآن جاء الشيخ يتكلم في بعض الفهوم الخاطئة التي يفهمها الناس. فمثلا يقول رحمه الله تعالى: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل من الذنوب والمنكرات، ثم قال أستغفر الله، زال الذنب وراح هذا بهذا. وهذا مفهوم خاطئ. لا شك أن الله يغفر، ولكن كما تعلمنا سابقا أن من شروط قبول الاستغفار والتوبة أول شيء أن تقوله خالصا من قلبك،
وعازما على عدم العودة إلى الذنب ونادما. هذه أمور تتطلب في أن يقبل الله سبحانه وتعالى استغفارك، ثم بعد ذلك ترجو أن يغفر الله لك، لأنه ليس هناك أحد يجزم بأن الله قبل منه استغفاره، ولكن الإنسان يمشي بالرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى. أما أن يجزم أني خلاص قلت استغفر الله خلاص ذنوبي انتهت وقد غفر لي، وهذا من التسويف والفهم الخاطئ، لأننا لا نعلم إذا كان ذلك قد قبل منا أو لم يقبل. ثم يقول رحمه الله: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل، ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال كما يقول وقد غفر له ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ويقول: وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي، إلى آخر الحديث، ثم قال: قد غفرت لعبدي فليصنع ما يشاء. قال: وأنا أشك أن لي ربا يغفر أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بالنصوص من الرجاء، يعني هذا قد تعلق بالرجاء، وهو لا شك أن تعلقه صحيح، ولكن ليس جزما. ليس للمرء أن يفعل ما يشاء، يذهب ويعصي ويفعل المنكرات ثم يقول أن الله قد غفر لي، ثم يقول أنا قلت استغفر الله خلاص انتهى. وهذا نوع من الخطأ الفاحش العظيم. لماذا؟ كما ذكرت أننا لا نعلم هل قبل منا ذلك. العلماء الآن يقولون: الذي يجاهد في سبيل الله فيقتل فيه سبحانه وتعالى، يقولون: نرجو أن يكون شهيدا، يرجون له الشهادة، لا يجزمون له، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول أن الذي يقتل في سبيل الله هو حي عنده سبحانه وتعالى في الجنة يرزق. ومثال هذا حينما كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأوا مثل الأبطال يقاتل ويقاتل ويقاتل في سبيل الله فيما يرون، فقالوا: إن فلان قد أوجب اليوم، يعني أوجب الجنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فاستغرب الصحابة، فقال أحدهم: والله لأتبعنه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فجعل يذهب خلفه يتبعه حتى كان في نهاية المعركة أصيب بجراحات كثيرة في جسمه، فلم يستطع أن يصبر، فغرز السيف في صدره في نحره وقتل نفسه من شدة الألم. فلهذا السبب، لأن الذي يقتل نفسه توعده الله سبحانه وتعالى بالنار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، لأنه يقتل نفسه. لهذا السبب لا نستطيع أن نضمن بشيء غيبي،
لا شك أننا نرجو رجاء عظيما، هذا أمر مجمع عليه، ولكن أن تجزم أنني قد غفر الله لي، هذا ليس لنا فيه من الله برهان، ليس لنا فيه ضمان. وهذا نوع من التسويف، أن الإنسان يتمادى في الذنوب ويفعل ما يشاء من المنكرات والمعاصي، ثم يقول لك أن الله قد غفر لي، أو يقول هذه الأدعية التي وردت، أو يصلي ركعتين، أو كما يقولون نحن أهل مكة نطوف بالبيت أسبوع ثم يغفر لنا جميع ذلك. وما أدراك هذه أمور لا يتكل عليها العبد، لأنه لا يضمن ذلك ولا يعلم هل قبل الله منه هذا الاستغفار، هل قبل الله منه هذا الطواف أو غيره، هل وفى بالشروط المطلوبة إلى آخره من الأمور التي قد تكون سببا في منع ذلك. وربما يكون شيئا خفيا كالعجب والتواكل والاتكال وغيرها من الأسباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. ثم يقول رحمه الله: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليهما وتعلق بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. سبحان الله. وهذا كما يذكر ابن القيم أن الرجل مسرف في الذنوب لا يتوب، إنما يفعل ما يشاء ثم يقول لك أن الله يغفر لي إذا قلت استغفر الله، أو إذا ذكرت الله، إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر لي جميع ذنوبي. ثم إذا انتهى من هذا يذهب من جديد يذنب، وهذا من الحمق والجهل. ثم يقول: وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. انظر إلى هذا الجهل العظيم، يقول لك: أكثر من الذنوب ما استطعت، فإنك تقدم على رب كريم يعفو. الله سبحانه وتعالى حينما أخبرنا أنه كريم ويغفر الذنوب ويعفو، وجهنا وأمرنا أن نقاوم أنفسنا، لا نستسلم لأنفسنا نعصي الله سبحانه وتعالى كما نشاء ثم نقول أن الله سيغفر لنا، هذا تسويف وهذا غير مقبول. إنما المرء يكون مع نفسه في نزاع بين يعصي الله سبحانه وتعالى أحيانا ويقلع أحيانا، ثم تنازعه نفسه فيحاول، أحيانا يمنعها وأحيانا تزل قدمه، فهذا الذي يرجى له، ولا نزال نقول يرجى له، هذا الذي يرجى له المغفرة. أما الذي لا يبالي بالذنوب هنا يقع في مسألة خطيرة، وهو عدم المبالاة بالذنوب، أن قلبه لا يتأثر في الوقوع في الذنب، وإذا جاء يتوب أو يستغفر لا تجد في قلبه الندامة والحسرة، إنما يفعل ذلك حتى لا يعاقب، يفعل هذا الأمر حتى لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى. ثم إذا انتهى من الاستغفار أو الصلاة التي صلاها يرجع الآن يقول لك: الآن خلاص انتهت، أنا صفحتي أصبحت بيضاء، ثم يعود إلى الذنوب والعصيان والعياذ بالله. ثم وقال رحمه الله: وقال الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وهذا أعجب من الأول الذي يوصي بكثرة الخطايا، وهذا يقول لك أنك تترك الذنب، هذا جهل منك بسعة عفو الله سبحانه وتعالى، يعني أذنب لأن الله عفو غفور، وهذه دعوة للعصيان، وهذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لا يقبله ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى:
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالله لا يرضى الكفر ولا يرضى الذنوب ولا يرضى التسويف في الذنوب، ولكنه لا ييأسنا جل وعلا، وقد فتح لنا أبوابه للتوبة والندم. وقلنا في شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى الذنب، أن تعزم عزم النادمين، عزم التائبين إلى الله سبحانه وتعالى، فترجع إلى الله نادما على ما فرطت في جنب الله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول عنهم: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هكذا يكون العبد التائب، وليس يكون متهاونا مستسهلا هذا الأمر ويقول لك أن الله سيغفر لي، افعل ما شئت، أذنب كما شئت. وأنت كونك تترك الذنب يا جاهل، كيف تترك الذنب وما تعلم أن الله غفور؟ سبحان الله، كأنه يدعوك إلى العصيان، بل هو يدعوك إلى العصيان وترك التوبة والعياذ بالله. ويقول رحمه الله: وقال الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله. وانظر إلى هذا الحمق. وقال محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى أين يؤدي الجهل بالمرء، حيث يبعده عن الطريق الحق. يقول: اللهم إني أعوذ بك من العصمة، يعني أن تعصمني من الذنوب، يعني أعوذ بك من أن تبعدني عن الذنوب، بل أريد أن أذنب. لماذا؟ بحجة أن الله سيغفر لي. وهذا من الجهل. لا شك أن الإنسان مجبول على الخطأ، يفعل اليوم يتوب ثم يزل، يرى نظرة غير مشروعة، يسمع سماعا، يقول بلسانه لغلبة الهوى، ولكنه حينما يفعل مباشرة يرجع ويعزم على أن لا يعود ويقاوم نفسه، وإن استطاع أن لا يعود فليفعل، فهذا هو الواجب عليه. ويقول رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. وهذه فرقة من الفرق تسمى بالجبرية، بمعنى أن الله أجبرنا على عصيانه ونحن لسنا نفعل ذلك باختيارنا، وهذا من الجهل العظيم. نحن في هذه المسألة نريد أن نضرب مثالا لا بالآخرة أو بالأدلة، إنما نضرب بمثال عقلي. هو يقول الآن أني أجد المعصية والطاعة، فإذا عصيت الله سبحانه وتعالى فأنا أجبرني الله سبحانه وتعالى. بماذا أجبرني؟ لأنه قدر علي ذلك. وهذا أمر فيه جهل عظيم. طيب، لنضرب مثلا كما نضرب دائما، أو يضرب العلماء المثل في مسائل الدنيا. إذا رأى الإنسان من هنا طريق فيه هاوية يسقط، ومن هنا طريق سالك، أي الطريقين يسلك؟ يسلك الطريق الذي لا سقوط فيه، يسلك الطريق الذي فيه السلامة. إذن هنا لماذا لم يقل أن الله جبرني ويذهب إلى الهاوية؟ مثال آخر كذلك في مسألة الدنيا، فإذا خير بين أمرين، بين مثلا أن يسكن في قصر منيف وجميل أو يسكن في شقة صغيرة، سيختار السكنى في قصر. يقال له: تريد هذا ولا تريد هذا؟ سيختار الأفضل، ولن يقول أن الله أجبرني ويختار الأسوأ أو الأقل شأنا. ولكن إذا جاء
بمسألة المعصية والطاعة يتبع نفسه هواها ويعصي الله سبحانه وتعالى، ثم يقول لك أن الله أجبرني وكتب علي ذلك. وهنا مسألة دقيقة، حيث يقولون أليس أن الله كتب هذا؟ مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلان من الناس سيعصي الله في اليوم الفلاني، أليس ذلك صواب؟ نقول نعم، ولكن هذا ليس جبر، ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فرض عليك أن تكتب ولا أن تعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فلهذا السبب كتبه الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه في اليوم الفلاني سيعرض على عمر من الناس المعصية والطاعة، سيعرض عليه إما خمر إما ماء، فهو باختياره سيختار الخمر ويترك الماء. فالله سبحانه وتعالى لأنه يعلم بالشيء قبل كونه، فعلم أنه في ذلك اليوم عمرو سيختار الخمر، فيكتب له أنه في اليوم الفلاني سيشرب الخمر لأنه اختار ذلك. وبينما محمد خير بينهما فاختار الماء، ويقال لمحمد أن محمدا سيشرب الماء. وهذا ليس من نوع الإجبار أو الفرض أو أن الله سبحانه وتعالى ظلمك، لأنك هنا حينما تقول أن الله أجبرنا فأنت تتهم الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا، تتهمه سبحانه وتعالى بالظلم والتعدي، لأنه كيف يجبرك على أن تعصيه ثم يعاقبك؟ وهذا لا يمكن أن يفعله الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم تعالى وتقدس. فهذه مسائل دقيقة ينبغي أن ينتبه لها الناس ويبتعدوا عن هذه المعتقدات الباطلة. ومن هؤلاء يقول رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا نوع من أنواع الجهل. أن يقول أن الأعمال لا قيمة لها، القيمة في الإيمان. فإذا أنت مؤمن تعلم بوجود الله وتؤمن به وتؤمن بكتبه ورسله وهكذا تؤمن بالإيمان كله، فمهما فعلت هذا لا يغير، لا يجعلك ترتفع درجات ولا تنقص درجات. إيمانك مثل إيمان جبريل ومثل إيمان الأنبياء، لا فرق فيه. وهذا جهل عظيم. فالله سبحانه وتعالى كلما ذكر الإيمان ذكر العمل معه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا يمكن أن المؤمن يكون كالفاسق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوون. لا يستوون أن يكون هذا إنسان مؤمن يعمل بالطاعات ويتجنب المعاصي ويصلي ويصوم وذلك يفعل كل المنكرات وكذا، ويكون هذا وهذا سواء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا مسلم مسلم لله سبحانه وتعالى متبع، وهذا مجرم، هل يستويان؟ لا شك أنهما لا يستويان. وإنما الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. فبقدر عملك، كما يقول أهل العلم في التوحيد:
الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الإيمان 67 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، وفي رواية 90 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. انظر الآن، جعل العمل من الإيمان بالله، قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى، وأنت تمشي تجد صخرا حجرا مرمي في وسط الطريق تزيحه عن الناس حتى لا يتأذى به الناس، فهذا من الإيمان وهو عمل. أنت الآن تعمل لا تتلفظ، وأما لا إله إلا الله فهي لفظ قول وهو إيمان. إذن فالإيمان درجات، فالناس يختلفون في هذه المسألة، يختلفون في إيمانهم، في قوة إيمانهم وضعف إيمانهم. والعمل من الإيمان، والعمل من الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. وهذا أيضا نوع من أنواع الجهل الذي يقع فيه ابن آدم والمرء والعبد، حيث يقول رحمه الله تعالى: يغتر بذهابهم إلى المشايخ والصالحين، فيذهب إلى الشيخ الفلاني الذي يعتقد فيه الولاية والصلاح والإيمان فيسأله الدعاء، أو يذهب إلى قبره ويقدم القربات ويسأله المغفرة ويسأله الشفاعة ويسأله، وهنا يقع في الشرك، لأنه يسأل ميتا ما لا يستطيعه. بل بعضهم أحيانا والعياذ بالله يسأله الولد ويسأله الذرية ويسأله الزوجة أو تسأله الزوج، أو يسألونه أن يحميهم من خطر أو من شيء أو يشفيهم من مرض أو يأخذ، هذا كله من الشرك بالله العظيم. فكيف به أن يصل إلى مرحلة أن يغفر له ذنوبه وهو يقع في الشرك بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول رحمه الله: ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانا وصلاحا فلا يدعوه أن يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. وهذا أيضا نوع من أنواع الجهل، أنه يعتقد، يقول مثلا: أبي شيخ، أبي صالح، أبي من المشايخ والصالحين والأولياء، وأني أنا مهما فعلت يوم القيامة لن يتركني، سيشفع لي حتى يخلصني من النار. هذا أول شيء وقع في مسألة، وهي ما يدري ما حال أبيه هذا أو سلفه هذا، لأنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد الله له بذلك أو رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يشهد يقال فلان في الجنة أو فلان في النار، فهذا لا نستطيع بعينه أن نقول ذلك. ممكن أن تقول الكفار في النار، نعم، في العموم الكفار في النار، ولكن كل شخص بعينه هو في النار الله أعلم به. هذا أمر مقر عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فأنت لا تعلم حال أبيك، هذا أمر. والأمر الثاني مسألة الشفاعة. الشفاعة
هي لله سبحانه وتعالى، حتى عندما يشفع الأنبياء والرسل ما يشفعون إلا حينما يأذن الله لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فقال أهل العلم في الشفاعة أول أمر الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى. فحينما ترجو أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم تسأل الله سبحانه وتعالى، تقول: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. ثم قالوا من الشروط المهمة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. إذا كنت أنت تريد أن يشفع لك فلان أول شيء وأذن الله له لذلك الصالح أو النبي أن يشفع، لا بد أن يرضى عمن يشفع له من الناس. فهل يرضى عن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى؟ أما أن يتكل المرء على صلاح آبائه وأجداده وأنهم سيشفعون لي وأنهم سيخلصونني وأنهم لم يتركونني أموت أو ألقى في النار، وهذا جهل عظيم يجعله يسرف في الذنب ويفعل المنكرات ويفعل كل شيء ويفعل الشرك، ثم يقول أن أبي ولي الله، أن أبي صالح، ويرث الولاية كابرا عن كابر. وقد يقول أشياء، بل قد لا يصلي ولا يصوم ولا يعلم من دين الله إلا يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، وبقية الفرائض وبقية الأركان؟ هذه الشهادة لها أفعال، ماذا فعلت؟ لا يصلي، لا يصوم، لا يتصدق، لا يحفظ نفسه عن المنكرات وعن المحرمات، يفعل ما يشاء، ثم يريد أن يكون في الفردوس الأعلى. وهذا نوع من الجهل والاغترار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الأنواع من الجهل. هناك أيضا أمور أخرى لعلنا نتكلم عنها في حلقة قادمة بإذن الله، وأنتم على خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام والأعمال الصالحة على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. والقلب